هنتكلم عليه ده ممكن يحصل لاي حد معاه موبايل وعليه انترنت، ممكن يحصل لابنك بنتك اخوك او اقرب حد ليك ان هو يشحن فلوس يلعب قمار ويخسر وانت مش عارف اي حاجه. مراهقين للرهانات بيصرفوا فلوس كتير جدا عشان يقنعوا عدد اكبر. انا بتكعبل مثلا في 5 اعلانات يوميا على الفيسبوك. المشكله في الطريقه اللي بيوصلوا بيها. حد من مشاهير التيك توك مثلا عمل تحدي وبالنسبه له ده فيديو وعدى، ياخدوا الفيديو ده يعملوا منه اعلان والناس تتفاعل ويحملوا تطبيق، تلاقي نفسك في الفخ وبتلعب قمار وانت مش عارف. هيجيب المية، ففي اتنين جابوا صفر. ايه ده، انا جبت 250 بس والله العظيم 250. يا لهوي يا ابن اللعيبه يا ابو الشراشيب. اللي فتح حانوت في بيت. طلع اعلان لو انا كسبت. أبعد صورة لأي حد على الفيسبوك ممكن تلاقيني أنا شخصيا، لأنهم ابتدوا يستغلوا صورتي واسمي أو أي اسم تاني ويعملوا إعلان يصرفوا عليه ألوفات عشان يوصل لشباب. عايز تعمل فلوس وانت ماسك التليفون ومشغل انترنت بس. طبعا انت سمعت الجمله دي كتير قبل كده نصب عليك. الناس يا عم عماله تقول مستحيل وبتاع. والله يا اسطى انت مكبر الموضوع، انت محتاج بس حد يدلك على الطريقه. زي ما انا كان بيتنصب على المشكله ان هم بيستهدفوا الشباب الصغير والناس الطيبين وبيكتبوا في الاعلان ده ان انت كحيان تقبض 5000 جنيه في الشهر، وال 5000 جنيه دول ممكن تعملهم في دقائق من على موبايلك وانت على سرير. طبعا اول حاجه بتيجي في دماغك ده اكيد نصب، مفيش كده اصلا. تقول اشوف الكومنتات دي بتقول ايه، تلاقي شويه عيال بشكل بتعبد وتعظم اللي عمل بوست طول رجوله ودي اخر حته من صنف، وبيعمل خير وبيتباع يجري كل ساعتين وبيساعد الناس وهتعمل اول مليون جنيه عيد. تلاقي فوتو سيشن لميتينات وميات ومكنه فلوس فرقعت في الكومنتات وبيوزعوا لوفات. تلاقي كومنت كده بيقول قناه تليجرام اله الفلوس اهي، فرحان كانه بيديك مفتاح مقبره وشال مسخوط دهب على كتفه وبقه مفشوخ لحد ودانه، ومشكله الفقر والجدعانه اتحلت في الدنيا خلاص. فانت كده مخك اتشل واتبرمج عشان يستقبلوك على التليجرام. تدخل على اللينك تلاقي نفسك استوديو تصوير الفلوس نفسه. انا اول ما شفته سميته ديب ويب بتاع التليجرام، وارباح في كل حته ولينك تحميل البرنامج وسجل واستراتيجيه واداره راس مال واداره مخاطر، كلام كتير وكبير من عيال مش فاهمه اي حاجه وشويه خطوات لحد ما يقول لك اشحن ب 20 جنيه بس من اي محفظه الكترونيه وابدا العب. شوف كام فيديو وتلعب وتخسر، يقول لك اشحن مبلغ اكبر عشان تعمل ارباح. دماغك تاكلك وتشحن وتلعب ونفس الفكره تخسر تاني وتالت ورابع. ممكن مره تصادف وتسحب جزء من فلوسك وبعدها تشحن وتخسر، بعدها تتدروش ومن تطبيق للتاني وخساره بعد خساره، ويبقى كل اللي عايزه ان انت ترجع فلوسك او حتى جزء منها. تقع في نصاب بيقول ان هو مهكر اللعبه وهيخليك تعوض فتصدقه وتمشي وراه، ومن نصاب لنصاب لنصاب لحد ما تلاقي نفسك عاجز ومفلس. تبص وراك تلاقي خساره ماديه كبيره ووقت كتير ضاع وممكن كمان تطلع مديون وحالتك النفسيه بقت زفت وعاجز عن كل حاجه. توصل مع اغلب الناس في التفكير الانتحار. في ناس بتتعافى وتهرب من اللي حصل ده وتنسى، والموضوع ده يتكرر تاني وتالت ورابع وهيفضل يتكرر طول ما مفيش حد بيتكلم. واحد من اللي حصل لهم كده كان ليا معاه مبلغ وبسبب ظروف ما نسيتهم عنده شويه، وبسبب نفس الظروف دي احتجتهم، ولما كلمته قال لي ان هو خسرهم وخسر تحويشه عمره معاه. ولما بدات افهم لقيت اللي حصل لصاحبي ده بيحصل لناس كتير ومحدش عارف شكل العيال دي، ومقفلين على اي حد عايز يفهم ويمسحوا كومنتات وشغالين بحسابات فيك ومفيش اي تواصل باللي اتنصب عليهم اوسع من قعده القهوه والكافيهات. كل اللي خسر مش قادر يتكلم لسببين، اولهم ان هو شايف ان هو عمل حاجه غلط وما ينفعش تتقال، او انهم مفهمينه ان كله بيكسب والخساره دي حاله فرديه. الكلاب دي شغالين مروجين لشركات الرهانات وبياخدوا نسبه على اي حد يدخل ويخسر، والكومنتات اللي بتشوفها دي كلها فيك او بيقولوا على التليجرام ان هم هيوزعوا عليها جوائز والباقي حسابات وهميه وبيدفع لها فلوس، والعدد اللي انت بتشوفه ده متفبرك وممكن تتاكد من كده عن طريق التفاعل على قناه التليجرام او بيج الفيسبوك.
صور الفلوس متوزعه عليهم، ونفس كلام الاعلانات، ونفس صور الارباح، حتى نفس الطريقه اللي بيشتغلوا بيها، والحسابات اللي معاهم عليها ملايين دي حسابات تجريبيه زي فلوس بنك الحظ كده. فضلت وراهم لحد ما فهمت كل حاجه وفتحتهم في فيديو، بفضل الله الفيديو اتشاف والكلام وصل. حسوا انهم بيقعوا فحطوا صورتي وقالوا ان انا النصاب اللي بيروج للرهانات. عملوا صفحه باسمي وصورتي، استغلينا الموضوع لصالحنا، وفي فتره قصيره جدا قفلنا لهم اكتر من صفحه عليها اعلانات مموله ودعنا عليهم سبوبه حلوه. وصلنا لاكتر من 8000 واحد على فيسبوك وتليجرام وتيك توك وغيره، وناس ابتدت تتفاعل معانا، ومع الوقت العدد بيزيد. واتاكدت اننا وقفنا حالهم لما دخلوا على الخاص يغيظوا ببساخه، ومن مصلحتي ان انا اوقف اللي بعمله ده، وانهم هيفضحوني وهيهكروا حسابي. طبعا خدوا فوق وتحت، دخلوا تفاوض على تليجرام واكتر من حد اتكلم، بس ما عرفوش يقنعوا حد. دخلوا ناعم ونفضت لهم، ومنهم اللي عانيت معاه واعلى ما في كده. طب بص يا احمد، صباح الفل. الاول ابعت له الريكورد ده. بص يا حالتها، لو انا مش قدها ما كنتش عملتها. ما تقولش ان مش فارق معاك يا شحات. احنا مشكلتنا اننا شغالين بالحلال، يا لو انتوا ارخص مننا نصرف عليكم جنيه وقربنا نسلمكم، بس اتقل. لو انت في جيش بيتك من وراك يا ابني، فانا ورايا بشريه عايزين يلمحوا طرف امك، عايزين يفكوك انت واللي وراك. يلا خد بالك عشان دول ما بيتعاملوش بايديهم، وانت اغبى من انك تعمل حاجه. ما تلعبش مع واحد حاسبها بالسنتي، ما تعملش فيها راجل عشان انت عارف تمامك. ولو على الوساخه تعالى وهصدمك، وفكك من البرشمتين اللي رافعهم دول عشان مش لاقيين عليك. ولو عايز نتفاهم يا اسطى، هبعت لك الاكونت بتاعي، ما تدخلش زي لهبل كده تعمل بروجرام وانت ليف. لو عايز نوقف عشان كده ماشي، بس تبعت له تكون حلوه زيك كده. واللي اقول لك تعالى انت مش هتفرق، وسيبك من الوش اللي بتشوفه على النت ده عشان اوريك التاني. بعدها دخلوا بيراودوني وهدفك ايه وعايز كام. قلت له عايز اخرك واخرك كلام، وزي ما هددوا عملوا وبعتوا للناس اللي معايا لينكات متهكره. بعدها بداوا تشهير جنسي بانهم عملوا صفحه يبقى يقولوا البوستات الوسخه دي على سن اطفال. طبعا اتعاملنا معاهم بالعقل واستغلنا ده لصالحنا، ودفعوا الهاكر عشان يقفل اكونت الفيسبوك بتاعي. وانا ولا كان فارق معايا، لان كل حاجه كنت حاسب لها، واللي يعرفني عارف كويس انا مين. في نفس الوقت كنت عايز ابين قد ايه هم وسخين وعارفين ان هم على باطل. لحد ما واحد من الناس اللي معانا دخل بحسابه بالغلط وعملوا معايا نفس اللي اتعمل معايا، تشهير جنسي. والكلام وصل لاهله في اقل من 12 ساعه، كنا قفلنا لهم الصف. اللي حصل ده من اول ما بدات اتابع لحد دلوقتي مجهود مرهق جدا. كان بيهون ده الناس اللي كانت بتشجعنا نكمل، او اللي كانوا بيشكرونا ان احنا لحقناهم قبل ما يتعرضوا للنصب او يخسروا فلوس. واللي عايزه منك تعرف اللي حواليك، لان في ناس كتير
لسه ما تعرفش، ولو اللي عرف مليون باقي 100 وبيلعبوا على الجهل والطمع وبيستهدفوا الشباب الاطفال ومش هيبطلوا صرف على اعلانات مموله وممكن يشوفوا طريقه جديده ويستغلوا ناس اكتر. من الاسباب اللي خلتني اعمل الفيديو ده ان في ناس صدقت ان انا ممكن اروج لرهانات، ممكن يكون شاف بوست مثلا هم عاملينه او شاف فيديو وفهمه غلط. في نفس الوقت كنت عايز احكي اللي حصل عشان ااكد على كلامي، لانهم لو على حق مش هيعملوا كده. كان كل هدفي العب على اللي مش عارف واحاول افهمه انها اخر خساره ونصب، واللي ما يعرفش يتاكد ان هيتنصب عليه من غير ما يجرب. وربنا جعلنا انا والناس اللي معايا سبب، الحين عدد كبير ونصحنا عدد اكبر. وقلت في اول فيديو نزلته ان انا لو هدفي مكسب من ورا الموضوع ده كنت كسبت، بس الحمد لله عارف فلوس الحرام اخرها ايه. واللي بيقول عايز تتشهر على حسابهم بيتهيألي في طرق كتير اسهل من كده وهتشهر بجد. وعايز اقول لاي حد بيشارك معاهم حتى لو بكومنت، انت سبب في اذيه حد والذنب ده ملازمك دنيا واخره. خليك ايجابي وعرف غيرك من باب ان انت سمعت عن الموضوع ما جربتوش. ولازم تشوف الفيديوهات اللي فاتت لو عايز تفهم. لينكات التواصل في الوصف لو في اسئله ممكن تتابعنا من خلالها. واللهم اجعله عملا خالصا لوجهك الكريم واجزني به خيرا في الدنيا والاخره. والسلام عليكم.